فهي تثبت روح المنافسة والتحدي وتقوي أواصر العلاقات بين الصيادين. ومع تزايد الإقبال على الصيد طالب الصيادين العراقيين بضرورة استثمار ذلك لصالح الاقتصاد العراقي. ولتفاصيل الأكثر عن هواية وتربية صيد الصقور نرافق الزميلة ابتسام الصافي. هواية ليست وليدة اليوم بل متجذرة انتقلت من سالف الأجداد إلى الأحفاد، لذا نجد عشاقها على دراية بكل خبايا وأسرار هذه المهنة. وعيت وصرت يعني ولا شاب صار رزقي على الصقور وعلى الوز وعلى بس أزيد شيء هوايتي أنا الصقور. والطير كل من بسعره، اكو طير يعني سعره ب5 ملايين، وطير يعني الاشقر وعازل احنا نسميه ينباع ب30 35، والطير الابيض ينباع ب50. كل من سعره الطيور. لما كنت صغير تعلمت هواية الصيد من ابوي، يعني انا كنت اطلع ويا ابوي لهاي المناطق وتعلمت، يعني عرفت الطيور واساميها وانواعها، وعرفت من يا مناطق تجي. انه انا هذه هواها من زمان. بنفس الوقت يعني احيي كل جمعيات الصيادين. احنا اختصاصنا بالطير، يعني مرات الطير المهاجر او الدراج اللي متواجد عندنا. راح يجي موسم الصيف احنا راح نتحول على الاسماك. وجماعتنا اصدقائنا كل جمعه مثل الخميس وجمعه يلتقون هنا يمنا. فالطير يعني نطلع على الطير، مثلا اكو افات تاذي البساتين هم، يعني نخلي اهل البساتين يعني يستنجدون بينا نخلصهم من عندها. بين متاهات الطبيعة وعشق الصيد حكايات لا زالت تنبض بالحياة، قصة عشق لا حدود لها أمجدتها بيئة حملت أسرار مهنة الصيد وما تمثله من خيالات ووجدان. محافظة وسط تمتاز بتواجد أنواع عديدة ومختلفة من الطيور المهاجرة، لأنها تمتاز ببيئة جاذبة وفضاءات خلابة، فنجد الصيادين يأخذون عدتهم ويختارون لهم جانبا من الصحراء حيث الشعاب الممتلئة بأسراب الطيور، فيطلقون العنان لمهاراتهم. فكانت لنا رحلة جميلة معهم. هسه هذا الوقت نسميه وقت العودة، يرجع المنطقة الديرة اللي بيض بها ويفرخ بها، يرجع لكندا، يرجع لروسيا، يرجع الجبال الحمرين. هسه ياخذ له فترة على البرودة، ورا شو اسمه ورا جبال حمرين نوب يتحول هو لروسيا او يتحول كندا او يتحول هو بعد موطنه وين يتحول له. نطلع على بدره وجصان، نطلع نوبات لهيش على شارع 20، وتكرم احنا عندنا هاي الكلاب ندربها، يعني تاخذ لها شهرين تدريب عن طريقه الصيد. وهو رفيق الصياد يدلي على الصيده، وبمرور الاوقات من تضرب الصيده يجيب لك اياها، يعني ورا نهر ورا بزل انت ما تقدر توصل لها. فعن طريقة هذا الكلاب ينقلون الصيدة إلى الصياد. الكرم والضيافة والتقاليد العربية الأصيلة وتقوية أواصر المحبة والمودة بين الصيادين، هذا ما يميز هذه الرحلات. فتعددت المواقف السعيدة والشيقة معها، عاشوا من خلالها مفارقات مثيرة وطريفة. أكو هواي مواقف صارت بالصيد حلو، بس مع يعني تكون مع مجموعة مع أصدقاء أحيانا، وتكون طلعات الصيد أكثر شيء الصبح، يعني نخلي متاعنا. أكبر موقف مر بيك وظليت بقيت تتذكره؟ أي أكو موقف مر بي، مرة من المرات طلعنا إحنا وأصدقاء طلعنا، فكان أكو طير صدناه، فعلى أساس الولد قالوا يابا الربطة نضربها بشتافي، فقال يابا الربطة، قلت له خاف يروح، قال لا ما يروح. فربطنا احنا مجموعة صاعدين بسيارة، فالولد خافوا من يمنا، ذبيناه بالصندوق، فعاد من فتحوا الصندوق خلاه طار هو اللي مضروب بجناحه. الهوايات مال الصيد اللي عنده ابو محمد يعني علمت الكثير من عندنا، يعني هو يصير خالص سيد الوالد، فدائما احنا يجمعنا بالصيد كذا. فد يوم من الايام يعني تقاطع ويانا، فانا حكيت بيه شعر ابو ذي حقه، قلت له قمت ما اشوف شخصك والمحنه والله انقلبك تبه.
نصبح والمحنة نتعاطى بالحكي ونقعد سوي. من محافظة واسط لبرنامج من العراق، ابتسام الصافي.